اهلا بيكم في قناة معمونة منورين. هتكلم النهاردة عن نبات الجوبة. قبل ما اتكلم في الموضوع يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وتفعيل الجرس مهم جدا. هتكلم عن نبات الجوجوبا. نبات الجوجوبا ده نبات معروف. كان بيتزرع في بره، يعني بره مصر، ولكن بدأنا احنا نزرعه هنا في مصر من فترة، وبنتوسع في زراعته اكتر واكتر. بنزرعه في 5 محافظات، في أسيوط والبحر الأحمر وبني سويف والشرقية وإسماعيلية، وكمان هنزرعه قريب جدا في سينا. عملنا مشروع كبير وبدأنا وعملنا من فترة وأنتجنا فعلا النبات الجوجوبا. زرعناه، وهو على فكرة النبات يعني بيتزرع في الصحراء، مش محتاج مياه كتير. هو النبات بيتحمل الحرارة، بيتحمل الجفاف والملوحة. ويعني الأرض بتاعت مصر الخصائص بتاعتها كده، يعني هي فيها ملوحة شوية، وفيها طبعا المناخ حار. فمصر اهتمت، والدولة اهتمت بالنبات ده، وبنزرعه بمساحات كبيرة، وبنتوسع أكتر وأكتر. النبات ده بنعمله زيت، بنطلع منه زيت الجوجوبا مشهور جدا ومعروف جدا. ده بنعمله كوقود نباتي، بيكون رخيص للطيارات، يعني بديل للوقود نباتي. وكمان أو بنعمله زيت العادي، زيت الجوجوبا ده بيبقى بنصنع منه بقى منتجات مستحضرات تجميل. بنستخلص من كل فدان جوجوبا، نبات الجوجوبا بنستخلص منه 280 لتر من الزيت الجوجوبا. الزيت الجوجوبا بيدخل في صناعات كتيرة، في المنتجات الصناعية كتيرة، وفي مستحضرات التجميل زي كريمات للشعر أو البشرة. ومن أهم استخداماته زي ما قلت إن هو وقود حيوي في محركات الطيارات ومحركات الديزل، وده بيحتاجه العالم كله، بيبقى عايزه مهم يعني. فاحنا بدأنا نزرعه، بنطلع منه وقود حيوي نباتي، وبنصدره للخارج عشان ده مهم جدا للطائرات، وهو بيكون وقود رخيص. ومصر اهتمت بزراعته، عشان كده ان احنا بننتج منه وبنصدره للخارج عشان كوقود حيوي. وبكده هنوفر عائد مادي كبير لمصر، عشان احنا هنصدره للخارج وبالعملة الصعبة. وزي ما قلت النبات بيتحمل الجفاف والملوحة والحرارة، فيعني المناخ بقى مناسب لزراعته. فاحنا هننتج، بدل ما كنا نستورد زيت الجوجوبا، احنا بقى هننتجه ونستعمله احنا، وكمان هنصدره بره. زيت الجوجوبا كمان مهم جدا، في يعني فيتامينات كتيرة، زي فيتامين ج، فيتامين ب، فيتامين ه، وفي معادن زي النحاس وزنك، وده مهم جدا علشان الشعر وعلشان البشرة. ده طبعا الحاجات دي بتبقى البنات بتحبها، وكمان الرجال بيبقوا مهتمين بالشعر والبشرة. بيقوي الشعر وبيحطوا يعني في الشعر وكزيت، وبنقوي الشعر وبيمنع التساقط وبينعم الشعر. ده بيحطوه كحمام زيت لمدة ساعة، وبعد كده بيتغسل، فبيبقى كويس جدا. وهو بيبقى زيت خفيف مش تقيل، يعني زيت حلو، يعني مش تقيل، مش هيبوظ الشعر. كمان كويس للبشرة، ان هو زيت للبشرة بنحطه قبل النوم. بنحطه، هو بيبقى زي كريم مرطب كده للبشرة، بيدي نضارة للوجه، وبيدي تبييض للوجه، وبيقلل التجاعيد، وخفيف على البشرة مش زي الزيوت التانية. كمان زيت الجوجوبا بيبقى برضو ممكن يستعملوه للبنات على البشرة كمزيل للمكياج.
بيبقى يعني زيت طبيعي ويعني مش مضر للبشرة او الشعر، حاجة طبيعية. وبكده الحلقة خلصت. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وتفعيل الجرس، وتتفرجوا على الفيديوهات القديمة، واستنوا فيديو جديد قريب جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.